علي معلول للخطيب: عايز ابقى جنبكم. بس قبل اي حاجة ما تنساش اذكر الله عز وجل وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احمد شوبير الاعلامي الرياضي خرج بتصريحات وقال فيها ان بعد تعرض علي معلول للاصابه عقد الخطيب جلسه معاه واكد له نصا: اللي انت عايزه هنعمله لك، وعاوز تعمل العمليه في مصر ولا خارج مصر. وقال ان علي معلول تمسك بالتواجد بجانب النادي الاهلي مفضلا اجراء العمليه في القاهره، وعليه خضع اللاعب للجراحه بشكل عاجل من قبل الدكتور ناصر محمد داخل احد مستشفيات المهندسين في وجود الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي. والمفاجاه الساره هنا في موعد تعافيه من الاصابه وعودته للملاعب، بحيث كان في شكوك بغياب علي معلول فتره تصل الى 9 شهور، لكن القطع كان جزئي واللاعب هيغيب في فتره تتراوح ما بين 4 ل 6 شهور، والاهلي خيره بين التاهيل في مصر او الخارج. طبعا نتمنى له الشفاء العاجل وباذن الله يرجع بالف سلامه. وانا كاهلاوي بوجه رساله لمعلول: شكرا لكل اللي انت عملته للاهلي، ولا زلت اتمنى ان هو يكمل في النادي الاهلي. في وجهه نظرك يا معلم، ايه رايك في اللي عمله مع